اشتريت سبوت كريم خلي بالك منه، ما ينفعش ان احنا نستخدمه الا بوصف من طبيب الجلديه، وده لان هو خطير جدا لو استخدم بشكل غلط. الطبيعي بتاعه ان هو بيعمل التهاب في البشره. لازم نعمل اختبار حساسيه، هناخد كميه من الكريم ونحطها على جزء من الجلد ونسيبها لمده 24 ساعه. لو حصل التهاب شديد جدا، حصل ورم او حصل هرش شديد جدا، فلازم في الحاله دي ما نستخدمش الكريم ده. لو حصل التهاب بسيط فده طبيعي لان هو اوريدي بيعمل كده. من الاثار الجانبيه بتاعته ان هو بيزود من حساسيه البشره للضوء. لازم تستخدمي واقي للشمس يكون قوي، وما ينفعش تتعرضي لضوء الشمس لفترات طويله ولا للضوء العادي لفترات طويله. كمان ما ينفعش ان احنا نستخدمه لفترات طويله، وبحد اقصى ما ينفعش يزيد عن شهرين، لانه ممكن يسبب في الحاله دي تصبغات للبشره وبتكون صعبه جدا في العلاج. ممنوع استخدامه للحوامل والمرضعات، ممنوع استخدامه للمنطقه حوالين العين وحوالين الفم. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير وتابعوني عشان تستفيدوا بكل حاجه تهم صحتكم.